بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات في قناتي مطبخ أمونة. اليوم إن شاء الله راح نبارطاجي معاكم وصفة البيتزا اللي تجي بزاف سهلة وبنينة ومقطنة وناجحة من أول تجربة. لازم تسجلوا عندكم هاد الوصفة اللي رايحة تسلكم، وخاصة بما أنه شهر رمضان راهو على الأبواب راح تديروا بها حالة إن شاء الله. تبعوا فقط الخطوات من الأول للأخير باش تنجحوا فيها. قبل ما نبداو ما تنساوش تخلوا لي جيم او كومنتير باش يطلع الفيديو لاكبر عدد من الناس، ونروحوا مباشره نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. واش نحتاجو في العجينه نتاع البيتزا؟ نحتاجو كاس ما يكون دافي، الكاس الاول تاع الفرينه اكيد نوعيه تكون جيده من الاحسن باش تجيكم لاباط ناجحه، ونضيفوا الكاس الثاني، ومن بعد نزيدوا الكاس الثالث ولكن ماشي معمر، نديروا كاس الا ربع تاع الفرينه. نحتاجو مغرف كبيرة خميرة الخبز، ومغرف كبيرة سكر، ومغرف كبيرة خل، ومغرف كبيرة حليب بودرة. نخلطوا المكونات تاعنا مليح مليح كمرحلة أولى، ومن بعد راني رايحة نضيف 2 حبات تاع فرماج أي نوعية تكون متوفرة عندكم، ومغرف صغيرة نتاع الملح. ومن بعد نواصل نخلط العجينة نتاعي بالمقرف كما راكم تشوفوا، ونضيفوا في الأخير 3 ملاعق كبار تاع الزيت فوالا كما راكم تشوفوا، ونكمل نخلط بيديا باش نعرف القوام نتاع العجينه. نخلط مليح بيديا ونشوف اذا كان خصها الفرينه راني رايحه نضيف لها، واذا كان ما يخصهاش ما نضيف لهاش. نتوما يعني على حسب نوعيه تاع الفرينه اللي تخدموا بها، كاين اللي تتشرب وكاين اللي لا. انا هنايا بنت لي خصها شويه فرينه، نقعد نضيف لها تدريجيا حتى وين تحصلوا على عجينه تكون متماسكه، ما تنشفوهاش بزاف وما تخلوهاش جاريه بزاف. كما قلت لكم لازم تكون عجينه متماسكه وفي نفس الوقت تكون طريه باش تجيكم البيتزا تاعكم ناجحه. فوالا كما راكم تشوفوا هنا بعد ما طميتها تحصلنا على هذه العجينه، غطيتها ارتاحت 10 دقائق، ومن بعد ديغازيتها كما راكم تشوفوا. دروك راني رايحه ندلكها قيس دقيقه ولا زوج فقط، لانه رانا رايحين نزيدو نخلوها تخمر ساعه واحده اخرى. فوالا كما راكم تشوفوا هنايا من بعد ما لميت العجينه نتاعي راح نخليها ترتاح ساعه، وهنايا من بعد ما ارتاحت ساعه ديغازيتها وعاودت جبت العجينه نتاعي. شكلتها كويرات. انا هنايا دارت لي 3 خبزات تاع بيتزا، هاد الكميه تخرج لكم 2 خبزات تاع البيتزا، ولكن انا البلاطو تاعي صغير ولهذا قسمتها على 3 خبزات. فوالا كما راكم تشوفوا. انا هنايا قلت لكم راح نطيبها في المقله، واللي عندها الفرن طيبها في الفرن، تبع نفس الخطوات وطيبها في الفرن. انا راح نطيبها في المقله لانه بزاف طلبوا مني الوصفه نتاع المقله ما عندهمش الفرن، ولهذا حطيت لهم هاد الوصفه خصيصا ليهم. فوالا كما قلت لكم انه تنجح تانيك في المقله وفي الفرن، طبقوا نفس الخطوات تحبوا طيبوها في الفرن ولا في المقله. فوالا بعد ما شكلتهم كريات زدت خليتهم ارتاحوا ساعه اخرى. بعد ما ارتاحوا حليتهم كما راكم تشوفوا. تحلوهم في الوسط فقط حتى وين تحلوا العجينه تاعكم كامل، ومن بعد ندير لهم الفوق هذيك لاصوص تاع الطوماطيش. بالنسبه للوصفه نتاع لاصوص عندي 3 حبات كبار تاع الطوماطيش، كنت طحنتهم ودرت لهم الملح والثوم والرند والكزبر والكمون، خليتهم يطيبوا على نار قليله حتى وين نشفت لي هذيك لاصوص. وتحصلنا على هاد لاصوص تاع الطوماطيش اللي تجي بزاف بنينه وتجي عاقده. جربوها وقولوا لي كيفاش خرجت معاكم. ومن بعد نضيفوا هنايا الفلفله، يعني اختياريه تحبوا ديروها ولا لا، هي تعطيها واحد القوه بزاف شباب. ودرت لها تاني زيتون الكحل اللي لازم يكون حاضر في البيتزا، ودرت لها تاني هنايا الطو تاع الطوماطيش. تحبوا ديروا المرقاز يكون مقطع ولا تحبوا ديروا الدجاج، يعني على حسب مقدوركم. فوالا كما راكم تشوفوا لهنايا من بعد ما كملت البيتزا تاعي دروك راني رايحه ندير لهم الفوق جبن مبشور. اكيد لازم تكون النوعيه مليحه هكاك باش تجيكم البيتزا تاعكم ناجحه وتجيكم بنينه ويجيكم مام الشكل تاعها بزاف شباب. فوالا كما راكم تشوفوا هنايا من بعد ما ندير الجبن تاعي دروك راني رايحه نغطيها ونخليها تطيب على نار تكون متوسطه، ما تكونش ناقصه باش تجيكم طايبه مليح. وهنايا من بعد ما طابت البيتزا تاعنا شوفوا لي كيفاش جات بسم الله ما شاء الله بزاف بنينه وخفيفه وناجحه 100%. يعني الصوره راهي تعبر امامكم. هاد الوصفه صدقوني لازم تسجلوها عندكم لانه راهي رايحه تسلكم كما قلنا. بما انه شهر رمضان على الابواب ان شاء الله اكيد راكم رايحين ديروا بها حاله. صدقوني هاد الوصفه من اروع الوصفات اللي جربتها في حياتي، ناجحه وخفيفه ومقطنه، من انجح الوصفات اللي كنت جربتها من قبل. نتمنى يا ربي تكون عجبتكم وصفتنا لنهار اليوم.
جربوها وقولوا لي كيفاش خرجت معاكم. على بالي راهي رايحه تعجبكم وراكم رايحين ديروا بها حاله. استنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله مع وصفات اخرى اكيد بنينه وبزاف سهله وتحضريها في وقفه كما عودتكم دايما. استنوني في الفيديو الجاي ونقول لكم سلام.